أكبر وأغرب سرقة بنك في تاريخ أمريكا، والأغرب إن العصابة ما سابتش وراها ولا دليل واحد. أهلا بكم في قناة فيلمونيكا. بيبدأ الفيلم بمجموعة مسجلين بيخططوا لسرقة بنك، وزعيمهم دوغ ماكري بيشرح الخطة ومعاد تحويل الأموال اللي هتغير حياتهم وتفاصيل حياة المسؤول عن تسليمها. قال لهم إن كل يوم 4 وجمعة الساعة 8 الصبح بيتم تحويل ملايين الدولارات، وإن ده أفضل وقت للهجوم على البنك. وفي ساعة الصفر اقتحمت العصابة البنك وأمروا كل الموجودين يناموا على الأرض ويحطوا إيديهم ورا ظهرهم، وضربوا الحارس وأخدوا المفاتيح منه. في لحظات انتشرت حالة رعب وذهول بين الناس، وأخدوا موبايلاتهم وحطوها جوه المية وسحبوا مديرة البنك واسمها كلير وأمروها تفتح الخزنة. لكن كلير كانت متوترة جدا وأعصابها سايبة ومش قادرة تفتحها. واحد من العصابة مسك إيديها وهداها وقال لها ما تخافيش، محدش هيأذيكي. بدأوا يجمعوا كل الفلوس ودمروا أدلة كاميرات المراقبة وولعوا النار فيها. المديرة استغلت انشغال اللصوص وداست برجليها على جهاز الإنذار الصامت. في اللحظة دي شكوا في مساعد المديرة وافتكروا إن هو اللي بلغ، فضربوه ودلقوا سائل أبيض علشان يصعبوا على الشرطة الوصول لأي حمض نووي. وقبل ما يخرجوا المديرة لاحظت وشم مرسوم على ظهر واحد من اللصوص، وأثناء الهروب أخدوا المديرة رهينة تأمين في حالة إن الشرطة حصرتهم. غموا عينيها وكتفوا إيديها وخلوها تنزل من العربية وتمشي على شاطئ البحر، وقالوا لها امشي، وأول ما رجلك تلمس المية انت كده حرة. الشرطة بدأت تحقق في الحادثة وكانوا في حالة ذهول من دقة ومهارة العصابة، خصوصا انهم ما سابوش اي دليل يدينهم، حتى العربية اللي نفذوا بيها السرقة وكانت اخر خيط ولعوا النار فيها. الضابط جاك كان هيتجن واستدعت الشرطة مديرة البنك علشان تاخد اقوالها، لكنها كانت مرعوبة ومتأثرة من اللي حصل لها، ومن خوفها نسيت تقول لهم على علامة الوشم اللي شافتها، وقالت للضابط انهم سرقوا رخصة عربيتها. الضابط سألها ليه ما حاولتيش انك تهربي؟ قالت له اهرب ازاي وهم كانوا مسلحين؟ الضابط جاك قال لفريقه ان العصابة دلوقتي اكيد بتحتفل بنجاحها، وامرهم يراقبوا الملاهي الليلية والكازينوهات على امل انهم يوصلوا لاي شاهد او معلومة. نرجع لدوغ ماكري اللي كان على علاقة باخت صاحبه جيمس ومخلف منها طفلة، لكن ما كانش بيحبها وكان حاسس انها مش الشخص المناسب اللي تكون ام لاولاده. وبدأ يراقب مديرة البنك علشان يتأكد إنها ما تعرفش أي معلومة عنهم، خصوصا إنها ساكنة في نفس الحي اللي هو ساكن فيه. لكن المصيبة إنه أعجب بيها وهو بيراقبها، وبقى بينتهز أي فرصة علشان يقرب منها. وفعلا قابلها في المغسلة وتعرفوا على بعض، قرب منها شوية بشوية لحد ما اتعلقت بيه. في نفس الوقت الضابط جاك وفريقه كانوا قلبين الدنيا علشان يوصلوا لأي دليل. وبعد التحريات اكتشفوا ان في مهندس في شركة الكهرباء كان السبب في قطع الوصلات اللي بتغذي البنك، واسمه ديزموند ألدن، وده كان اول خيط يوصلهم لافراد العصابة. بدأ الضابط يصور كل المشتبه فيهم واكتشف ان كلهم مسجلين خطر وماضيهم مليان اجرام. ألبرت ماجلون محترف في سرقة العربيات ومفيش عربية تستعصى عليه. جيمس كوبلين كان واخد حكم 9 سنين علشان قتل شخص، ولما القاضي سأله قتلته ليه قال له شكله ما عجبنيش. العصابة دي كانت بتخطط بطريقة منظمة وذكية وفي قمة الاحتراف. الفلوس اللي بيسرقوها كانوا بيسلموها لزعيم العصابة الكبير واسمه الزهار، اللي كان بيغسل الأموال ويحولها لحساباتهم. الزهار كان استغل أبو دوغ وكان السبب إنه يدخل السجن 25 سنة بعد سرقة عربية بنك مصفحة. ولما شاف وش واحد من الحراس قتله. دوغ بعد سجن ابوه مشي في نفس السكه، لكن المره دي الضابط جاك كان مفتح لهم عينه. دوغ ما كانش معرف كلير بحقيقته، وكان واضح ان في علاقه حب بدات بين الاتنين. كان بيواسيها لما حكيت له عن رعبها اثناء السرقه وازاي كانت فاكره انهم هيقتلوها. جيمس واجه دوغ وقال له انت سايب شغلك ومشغول بمديرة البنك، البنت دي هتكون سبب في القبض علينا. بدات العصابه تجهز نفسها لعمليه جديده، لبسوا اقنعه غريبه وهجموا على عربيه تحويل الاموال المصفحه. اعتدوا على الحراس وامنوا نفسهم كويس وجمعوا كل الفلوس.
لكن في اللحظة دي إشارة وصلت من الأمن والخبر وصل للشرطة، والحارس قدر يمسك واحد من أفراد العصابة، وزميله كان واقف في حيرة مش عارف يعمل إيه، وفي لحظة قرار صعب اختار يقتله، والحارس التاني فقد الوعي. ركبوا العربية وهم بيبصوا يمينهم وشمالهم، وفجأة شافوا عربية شرطة بتلحقهم. دخلوا في شوارع ضيقة وممرات جانبية علشان يهربوا منهم، وكان واضح إن المرة دي موقفهم صعب، وأكتر من مرة عربيات الشرطة كانت هتمسكهم، لكن ما استسلموش. فتحوا النار على الشرطة من غير تردد، ومع تصاعد الخطر لاحظوا ان اكتر من عربية شرطة بتلحقهم. في وسط ضرب نار ولعوا في العربية وبدلوها بعربية تانية عشان يأمنوا نفسهم من الشرطة. ولما وقفوا ونزلوا من العربية شافوا قدامهم عربية دورية. الضابط شافهم اتصدم وهم اتخضوا كمان، لكن الضابط عمل نفسه مش واخد باله منهم، وقال بينه وبين نفسه انا عندي عيال عايز اربيها. غيروا عربية كمان ومشوا بيها وقدروا يهربوا، لكن بصعوبة شديدة جدا. الضابط جاك كان هيتجن، هو عارف أفراد العصابة بالأسماء لكن مش ماسك عليهم أي دليل ومش قادر يدينهم. طلب استجوابهم على أمل إن أي واحد فيهم يغلط ويطلع منه اعتراف. الشرطة قبضت على دوغ ماكري اللي كان بارد جدا وهم بيقبضوا عليه. قضى يوم كامل تحت الاستجواب وما قدروش يوصلوا منه بأي معلومة حتى وقت الجريمة. العصابة كانت مأمنة نفسها ودفعت فلوس للناس يشهدوا إنهم معاهم وقت تنفيذ العملية. الضابط شاك ما كانش مصدق كلامهم لأنه من غير دليل ما يقدرش يقبض عليهم ولا يدينهم. في الوقت ده دوغ قرر يترك عالم الجريمة نهائيا وياخد حبيبته مديرة البنك كلير ويسيب البلد ويسافروا لجزيرة بعيدة. كلير كمان سابت شغلها في البنك وكانت مرحبة بالفكرة وبداية حياة جديدة مع دوغ. لكن الضابط جاك عرف بعلاقتهم وراح يقابل كلير بنفسه. قال لها الحقيقة الكاملة إن دوغ ماكري مش الشخص اللي هي فاكراه كيوت، وإنه زعيم أخطر عصابة سرقة بنوك، وقال لها إن هو بيستغلها. كلير اتصدمت وما كانتش قادرة تصدق، لكن جاك كان معاه دليل واحد خلاها تنهار. ورالها صورة الوشم اللي شافته على ظهر واحد من العصابة. في اللحظة دي كلير افتكرت صوته واتأكدت إن دوغ واحد من العصابة اللي دمروا حياتها. الضابط جاك قال لها لو سافرتي معاه عمرك ما هتشوفي تاني، ولو ساعدتينا ممكن نوقفه من غير دم. كلير كانت في صراع رهيب بين الحب والحقيقة. رجعت لدوغ وتواجهوا مع بعض. هو اعترف لها بكل حاجة، قال لها انه كان ناوي يسيب عالم الجريمة ويبدأ حياة جديدة معاها بعيد عن كل ده، لكن الوقت كان خلص. جيمس كوفلين اكتشف ان الشرطة قربت منهم قوي وعرف ان النهاية قربت. قرر يعمل اخر ضربة، اكبر واخطر عملية في حياتهم، عملية في قلب بوسطن وقت زحمة وقدام الاف الناس. لبسوا ملابس شرطة ودخلوا نادي سباق خيول عشان يسرقوه، واقتحموا المكان على اساس انهم شرطة، والمدينة كلها اتقلبت ساحة حرب. رصاص في كل مكان، شرطة في كل الشوارع، وصوت الانذارات مغطي المدينة. دوغ حاول يوقف جيمس، لكن جيمس كان فاقد أي سيطرة على نفسه، كان مستعد يقتل أي حد علشان يهرب. الشرطة حاصرت المكان والرصاص بدأ ينهال من كل اتجاه. واحد من أفراد العصابة اتضرب بالنار، وفي مواجهة أخيرة جيمس اتصاب إصابة قاتلة. دوغ قرب منه وجيمس طلب منه طلب واحد. جيمس قال له سيبني وكمل حياتك. دوغ سابه ومشي، وجيمس فضل يواجه الشرطة لغاية آخر نفس. دوغ قدر يهرب بأعجوبة وسافر لوحده. بعد فترة كانت كلير عايشة حياة جديدة، لكن القلب لسه متعلق. وصل لها ظرف غريب جواه مفتاح ورسالة صغيرة. الرسالة كانت بتقول أنا بدأت حياة جديدة والفلوس دي علشانك زي ما وعدتك. الفيلم بينتهي على لقطة هادية لكن معناها تقيل. دوغ ماكري نجح يهرب من الجريمة لكن دفع ثمنها انه يكمل حياته لوحده. نفسي اعرف ليه الكاتب ما خلاش البطل يتقبض عليه. اللي يعرف يقول لي في التعليقات، وما تنسوش الاعجاب والاشتراك، واستنوني مع فيلمونيكا كل جديد.